اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. ينفع كده كلنا ننشغل، واللي يروح يعمل زبادي واللي يعمل الفول واللي يخبز العيش، وننسى احلى حاجة على السحور؟ ينفع ننسى طبق الكسبة اللي احنا بنستنى رمضان عشانه؟ هنعمل مع بعض الكسبة النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة هنا جبت ربع كيلو من الطحينة الحمراء. الكسبة ما بتتعملش بالطحينة البيضاء ابدا، لازم تكون طحينة حمراء اللي هي بتتعمل من السمسم الاحمر. جبت هنا ربع كيلو من الطحينة. دايما بنلاقيها بتتباع في محلات السرجة اللي بتبيع الطحينة وزيت الزيتون. صعب جدا ان احنا ممكن نلاقيها معلبة في السوبر ماركت. فضيتها في حاجة تكون زي كوباية، زي مج كبير، شفشق، ما تكونش حاجة واسعة قوي، ونزلت عليها بنص معلقة من الملح. وطبعا شوية مية مغلية، لازم تكون المية مغلية علشان اقدر افك بيها الطحينة بتاعتي. ربع كيلو الطحينة بياخد معانا من نص كوباية لتلات ارباع كوباية من المية المغلية حسب نوع الطحينة. وبالمضرب اليدوي كده السلك او ممكن المضرب الكهرباء، هقلب الطحينة في اتجاه واحد بسرعة. بس بصراحة بتاخد وقت حوالي 10 دقايق لحد ما الطحينة بتاعتنا كلها تتلف كده مع بعضها ونلاقيها طلعت الزيت بتاعها. كده بتكون الكسبة بتاعتنا جاهزة. نعرف ازاي ان الكسبة بتاعتنا ناجحة؟ لما نيجي نصبها من العلبة اللي احنا عملناها فيها، نلاقي الكسبة نزلت ومسابتش اي علامة جوه العلبة، كأننا ما حطيناش طحينة فيها اصلا. كده تبقى اسمها الكسبة بتاعتنا بقت ملفوفة. وكمان بنلاقيها نطرت الزيت بتاعها كده على الوش، احنا ما حاطينلهاش اكتر من الملح والميه السخنه والزيت ده الزيت بتاع الطحينه. طبعا كل ما بيكون نوع الطحينه كويس كل ما بتطلع كميه زيت كويسه. دي بتكون كويسه جدا علشان تحافظ على وش الكسبه بتاعتنا ان هي ما بتنشفش. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، ان زيت الكسبه ده م- كويس جدا في الحروق. يعني احنا لو عندنا كسبة ومطلعة زيتها كده على وش الطبق، ممكن لا قدر الله لو اتحرقنا من بوتاجاز او حاجة، ناخد من الزيت ده وندهن، الحرق بيروح على طول. علشان نحفظها بجيب كيس بلاستيك وبحطه كده على وش الكسبة يكون ملامس ليها، وبغطيها بغطا محكم. بفتح العلبة باخد على قد اللي انا عايزاه وبرجع اغطيها كويس، وبسيبها في التلاجة ما بيجرالهاش اي حاجة. جربوها هتعجبكم. اوعوا تنسوها تاني على السحور. وبكده بيكون الفيديو خلص. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.